اللي قدامك في الفيديو ده سليماني سنغارة، موهبة أفريقية قادمة وبقوة. لاعب برشحه للدوري المصري سواء بقى للأهلي أو للزمالك أو أي نادي. اللاعب هيكون إضافة كبيرة جدا وتقدر تتعاقد معاه بشوية فك حرفيا. افتكروا الاسم ده كويس عشان بعد سنة لما يكسر الدنيا مع أسك ويطلع في أوروبا تعرفوا إن عندنا ناس مسؤولين عن الكورة مش مهتمين أصلا بالكورة. سليماني سنغارة مواليد 2006، عنده 18 سنة، لاعب إيفواري لسه متصاعد فريق أول مع أسك. الموسم اللي فات سجل 28 هدف وصنع 18 هدف. متخيل عدد المساهمات عامل ازاي؟ مرعبة. حتى لو الدوري بتاعه ضعيف، ولكن ده ما يمنعش انه لاعب فلتة، بيلعب جناح يمين وجناح شمال واوقات بيلعب راس حربة. هو مش طويل قوي، 177 سنتي ووزنه 68 كيلو، من اللاعبين القليلين في الشكل الجسماني، لكنه سريع ومهاري. رغم مهارته الا انه لاعب عصري ما بيحتفظش بالكرة كتير تحت رجله، لمسة ولعبة. عليه اوفرات عالمية فيها كده من اوفرات احمد السيد زيزو. بيسدد بشكل كويس، بيضم للعمق وبيهاجم المساحة، وكمان اوقات كتير بيعمل استريتش الملعب ويلعب الاوفر بالمسطرة. لو استلم في نص الملعب بيكون عامل اسكان لزمايله، لمسة ولعب على طول. بيلعب الكرة الطويلة دايما وبيغير الملعب من لمسة واحدة. حاجة عظمة بجد. ولو جيت تبص على سعره فانت تقدر تجيبه ب100,000 دولار مثلا بالكتير جدا كمان. اللاعب ده ما لقيتش اي تفاصيل عنه، فدخلت وكلمت بيج اسك الرسمية، وهناك في وكلاء لاعبين كلموني على اساس ان جايب عرض للاعب، وكانوا مرحبين بفكرة انه يلعب في مصر. بس انا فهمتهم اني محتاج ماتشات للاعب عشان اتفرج عليه واعمل الحلقة دي عنه، وملهاش اي علاقة بالعروض تماما. يعني دي من اكتر الحلقات اللي الواحد تعب عليها. فاتمنى بقى تقدر مجهودنا بلايك للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس، لانه بيفرق معايا كتير جدا. سلام، وهسيبك تكمل اهداف ومهارات اللاعب.